التقيت 3 من الشباب على إحدى الطرق الشمالية في ساعة متأخرة من الليل. توقفت، ركب الثلاثة. قلت: أين تريدون؟ قالوا: نريد الدمام. دار بيني وبينهم هذا الحديث. قلت: ماذا تريدون من هناك؟ قالوا: نبحث عن وظائف. والعيب أن الإنسان يسعى في طلب رزقه، لكن عيب، كل عيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لأوامر الله جل في علاه. نخرج لقضاء حوائجنا ولأكلنا وشربنا، ومنادي الله ينادينا: حي على الصلاح، حي على الفلاح، فنتهاون في الاستجابة لنداء الله. قلت: ماذا تريدون من هناك؟ قالوا: نبحث عن وظائف. قلت: لا عيب، فما هي شهاداتكم والمؤهلات التي تحملونها؟ فقال الذي بجانبي: أنا عندي شهادة ثاني متوسط. وأنت اللي وراء؟ قال: أنا أول متوسط. وأنت الثالث؟ قال: أنا لم أكمل الخامسة ابتدائية. قلت: ما شاء الله، المؤهلات. لكن هي ليست المؤهلات. الأمر لله من قبل ومن بعد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعرف أصحاب شهادات لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مرتبات، ونعرف من لا يقرأ ولا يكتب أنعم الله عليهم وصب عليهم من البركات. السر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. جاء أحدهم إلى أحد الصالحين يشتكي ارتفاع الأسعار. غلت الأسعار وارتفعت الأثمان للمطاعم والمشارب، وهكذا هو حالنا. نتأثر بارتفاع الأسعار يمنة ويسرى، ولا نتأثر بأحوال المسلمين. نخاف على ما يسد جوعنا ويملأ بطوننا، ولا نخاف من تقرير مصيرنا إما إلى جنة أو إلى نار. جاء أحدهم إلى أحد الصالحين يشتكي ارتفاع الأسعار والأثمان. قال الصالح: والله ما أبالي لو أن حبة الشعير بدينار، علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. السر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قلت: هذه الشهادات وهذه المؤهلات، اصدقوني كيف أنتم مع صلواتكم؟ فقال لي بجانبي: أقول لك أم أكذب عليك؟ قلت: إن كذبت أنت تكذب على نفسك، لا يضرني كذبك، ومن يك كاذبا فعليه كذبه. قال: أنا ما أصلي، أنا لا أصلي. قلت: كافر؟ قال: لا. قلت: بلى، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كم هم من الكفار من أبناء المسلمين الذين لا يركعون ولا يسجدون؟ حدث ولا حرج. قلت للثاني: وأنت؟ قال: أنا خير منه. قلت: كيف؟ قال: أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة. قلت: أنت مثله؟ وأنت يا ثالثهم؟ قال: أنا أفضل منهم. قلت: كيف؟ قال: أنا أصلي في اليوم صلاتين. أنا أصلي في اليوم صلاتين. قلت: هذا دين جديد أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، شئت أم أبيت.